هعمل بقى اندومي. جبت كيس مكرونه سباكيتي وقالب ماجي. طبعا الماجي عارفه ان هو مضر. وهنا بقى حطيت نص حله ميه كده، وحطيت عليها معلقه صغيره من الزيت وقالب الماجي وشويه ملح، وهسيبهم كده يغلوا على النار. اول ما يبداوا يغلوا هكسر المكرونه وانزل بيها في الميه ديت. ممكن نستبدل الماجي لو عندنا شوربه، ممكن يعني نستغنى عن الماجي خالص ونعمل في الشوربه الاندومي. هقعد بقى اقلب كده المكرونه من وقت للتاني علشان ما تلزقش في بعضها. نقلب نقلب كده، وبعد كده اول ما نلاقيها دخلت كده خلاص في السوا، نقوم طافيين عليها ومغطيينها علشان تكمل سوا بالبخار. ده افضل علشان المية ما تنشيش منك وتحسي ان انتي بتاكلي نشا، يعني بتشربي نشا. هنغطيها بقى وتكمل سوا من البخار. كده خلصت خلاص معايا. بصوا بقى الجمال، مفلفله وجميله ازاي، والشوربه بتاعتها ما فيهاش نشا. سهله وبسيطه، والولاد بيفرحوا بيها قوي.